تخيل ان انت تقدر تستخدم اشهر نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم ومجانا، ومش بس كده، كمان تقدر تطلب منه اي حاجة تصميم او فيديو وتخلي اكتر من موديل يعملها لك وتقارن بينهم وتختار الاحسن. في فيديو النهاردة هنتعرف على واحد من اقوى مواقع الذكاء الاصطناعي المجانية، وكمان هنشرح فيه كل حاجة بالتفصيل. يلا بينا نشوف شرح الفيديو. اول حاجه هتعملها هتيجي كده عند جوجل وهتبدا تكتب ارينا اي اي وتضغط على انتر. هيفتح معاك اول لينك هتبدا تضغط عليه بالشكل ده. هيبدا يدخلك على الموقع اللي احنا هنستخدمه النهارده، ودي الواجهه بتاعه الموقع. تعالى كده فوق قبل ما نبدا نعمل اي حاجه، تعالى هنا كده اضغط على الاختيار ده واتفرج شوف كام موديل تقدر تستخدمه جوه الموقع. زي ما احنا شايفين كده هتلاقي ادوات ومواقع كتير تقدر تستخدمها جوه الموقع ده، زي مثلا جيميناي، زي مثلا شات جي بي تي. الحاجات دي كلها، كل ادوات الذكاء الاصطناعي هتلاقيها موجودة عندك هنا. تعالى كده نرجع بره على الموقع، الصفحة الرئيسية. اول حاجة هتلاحظها ان انت هنا هتلاقي الكود، هتلاقي حاجة ان انت تقدر تعمل ويب سايت، تقدر تعمل تطبيق او ويب سايت من خلال الاكواد. انت بس يا دوبك بتكتب له البرومبت بيبدا يعمله لك، وهنا السيرش، الويب سيرش، يبدا يبحث لك عن حاجه معينه انت عايزها، وتقدر تعمل صوره وتقدر تعمل فيديو. طبعا هناخد كل الكلام ده مع بعض دلوقتي. تعالى كده نجرب اول حاجه اللي هي بتاعه الكود. تعالى كده نخش على الكود. خد بالك هنا بتقدر تعمل سايد باي سايد، اللي هي ان انت تقدر تقارن بين موديلين. لو انت بتعمل صورة او حاجة، او عايز مثلا كذا موديل يعمل لك نفس الحاجة اللي انت طالبها وتختار الأحسن. وهنا بيبدأ ان هو يبقى يعمل لك تحدي من الموديلات، يعني يبدأ يختار لك عشوائي ويقول لك انهي أحسن فيهم. فانت هتسيبها زي ما هي كده وتعالى عند الكود. تقدر بقى تعمل ايه؟ تقدر تختار من هنا انت عايز ايه بقى. الكود عايزه جيمنج، ولا مثلا عايزه يو اي، ولا 3 دي، ولا انت عايزه ايه بالظبط. فبتبدأ تختار من هنا الحاجة اللي انت عايزها. الفكرة انا محتاج دلوقتي اعمل واجهة موقع تسجيل دخول. خد بالك تقدر ان انت تكتب له الكلام يدوي كده بايدك، وتقدر ان انت تجيب برومبت من شات جي بي تي احترافي يبدأ ان هو يصمم لك على اساسه. تعال نجرب الاول نكتب له يدوي. بص انا هقول له كده انا عايز واجهة تسجيل دخول تكون الوان متناسقة وتكون احترافية، وابدأ ان انت ايه ابعت له الكلام ده كله من السهم ده. بص بقى استنى شوية عليه، هتبص تلاقيه ان هو بيبدأ يعمل لك الأكواد البرمجية. أنت مش هتعمل أي حاجة، هيبدأ يكتب لك ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. كل الحاجات دي هيعملها لك في ثانية، وهيبدأ يجهز لك الموقع. هو دلوقتي بيقول لك إيه؟ إن أنا ببدأ أعمل. خد بالك برضو إن الموقع ده سريع جدا في إنشاء الحاجات دي، في الصور، في الفيديوهات. من اسرع المواقع اللي ممكن تستخدمها ومجانا. وزي ما احنا شايفين كده عمل لي الواجهة اللي انا عايزها. طبعا الاسم ده في الاول انت اللي بتختاره، تقدر تكتب الاسم الموقع اللي انت عايزه، وكمان بتقدر تختار الالوان على فكرة اللي انت عايزها. يعني تقدر تحدد الوان، تحدد اسم، وتعمل له اللوجو، ترفع له اللوجو ويبدأ ان هو يعمل لك على الاساس ده. يعني بترفع له الماتيريال ويبدأ يعمل لك على الاساس الحاجة اللي انت رفعتها. زي ما احنا شايفين كده هو ايه، خلص لي الموقع، عمل لي تسجيل دخول، حساب جديد والبريد وكل حاجة، الباسورد، تسجيل دخول. تقدر تعمل بالجوجل جيميل، تقدر جيت هاب زي ما احنا شايفين، تقدر تعمل حساب جديد. وهتلاقي هنا حاجات هنا ايه بدأ يحطها لك، مثلا حماية، اداء فائق، مش عارف ايه، فريق متابعين. يعني عمل لك موقع كامل من كل حاجة. تعال اضغط هنا بقى كده، ده لينك الموقع اللي احنا عملناه. اضغط على الشكل ده كده او السهم ده، يبدأ يفتحه لك في تابة تانية لوحدها زي الموقع بالشكل اللي انت شايفه ده. زي ما احنا شايفين الموقع معمول من غير ما انت تكتب ولا كود. نرجع تاني للموقع كده، حبيت تنزله بتعمل داونلود للسورس من هنا. طب تعالى بقى السورس ده اللي هي الاكواد طبعا. تعالى بقى كده عند الاكواد، بص كده هتبص لي جايب لك كل التفاصيل او السورس اللي هو عملها. بص هتلاقي كل ال HTML، وهتلاقي ال CSS، هتلاقي كل الأكواد اللي هو بدأ بيها هنا. HTML أهي، كل الأكواد اللي هو بدأ بيها هتلاقيها موجودة هنا. تقدر تحملها وتستخدمها لو انت مثلا عايز تعدل على حاجة معينة، عايز تضيف حاجة اللي انت عايزه. هنا بترجع
شكل الواجهة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. تعالى بقى نرجع كده للصفحة الرئيسية ونشوف هنستخدم ايه تاني. احنا خدنا الكود، تعالى بقى عند الويب سيرش. طبعا ده بحث عادي جدا، بتسأله اي سؤال هيجاوبك عليه. عايز تعمل بحث تقارن حاجة ما بين حاجة، يعني دي حاجة عادية ومعروفة اللي هو السيرش على جوجل. تعالى مثلا نقول له مثلا مقارنة بين الاكسس والاكسل مثلا، وابدأ ان انت ابعت له السؤال واستنى عليه. هتبص تلاقيه ان هو بدأ يفتح لك جدولين، وهيبدأ يجيب لك المقارنة ما بين البرنامجين اللي انت كتبتهم او الحاجة اللي انت كتبتها. هتستنى شوية وبص ليه بيعمل لك سيرش ويبدأ ايه ينزل لك بالمقارنة. زي ما احنا شايفين كده هو بدأ ان هو يعمل لي المقارنة. تعالى كده نطلع فوق هنا ونطلع فوق هنا. هنا مقارنة ما بين مايكروسوفت اكسس ومايكروسوفت اكسل. هيبدأ يجيب لك هنا مثلا اختيارين A و B، وتقدر ان انت تشوف. على فكرة الاتنين واحد، بس هو بحث بكذا موديل، بموديلين مختلفين. هنا هتلاقي كل حاجة، مثلا تعريف البرنامجين، المقارنة التفصيلية. هيقول لك مثلا في التقارير ده بيبقى ايه، وفي في التحليل البيانات ده بيبقى عامل ازاي، وهكذا. لو نزلت كده هتلاقي كل الكلام وهتلاقي خلاص. تعالى مثلا نقول له ايه، عايز مقال عن البرامج دي، وقول له انتر. هتستنى عليه شوية، هيبدأ يعمل لك برضو مقال عن البرامج اللي انت بعتها له في الاول. زي ما احنا شايفين كده بدأ يعمل المقال اللي انا طلبته منه. هتلاقي فيه كل التفاصيل، وهتلاقي فيه مثلا المقدمة اهو، وهتلاقي العنوان، وهتلاقي هنا نبذة عن البرنامج. كل حاجة هتلاقيها موجودة. عمل لي ايه، مقالين بكذا موديل زي ما احنا شايفين A و B. تقدر تختار اللي انت عايزه. وفي حاجة كمان السورس، لو دوست هنا كده يبدأ يقول لك انا جبت المعلومات دي منين. لو ضغطت على السورس دي يبدأ يجيب لك المعلومات او المصدر بتاع الكلام ده كله جايبه منين. نفس الكلام هنا هتلاقي السورس هيقول لك مصدر المعلومات. زي ما احنا شايفين معظم المصدر من موقع مايكروسوفت الرسمي. هنيجي بقى للحاجة اللي بعد كده، وهي انشاء الصور بالشكل ده. تعالى بقى هنجرب نكتب له برومت عربي. احنا نكتبه له كده ونجرب نعمل له برومت من شات جي بي تي. تعالى مثلا نقول له مثلا انا عايز تصميم لصورة بحر مثلا، ومكتوب على الرمل عروض الصيف دون اخطاء، وتكون اللغة عربي. وابدأ ايه اختار من هنا. خد بالك، تعالى بقى عند سايد باي سايد. هنا هيبدأ يعمل لك مقارنة ما بين نموذجين. تعالى مثلا نختار أول نموذج معانا. ممكن تختار شات جي بي تي، وهنا نبدأ نختار جيميناي. تعالى كده نختار جيميناي ونشوف النتيجة اللي هيبدأ يعملها لنا. نبعت كده ونشوف النتيجة اللي هيبدأ يطلعها لنا. زي ما احنا شايفين كده جاب لي النتيجة دي، جاب لي اهي. زي ما احنا شايفين دي نتيجة شات جي بي تي، وجاب لي دي نتيجة جيميناي. زي ما احنا شايفين زي ما انا كتبت له بالظبط. لما تيجي نجيب برومت من شات جي بي تي ونشوف هيعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده انا هبدا اكتب له برومت من شات جي بي تي، وابدا ان انا ابعت له البرومت واشوفه هينفذ لي ولا لا. زي ما احنا شايفين كده البرومت اللي انا عملته من شات جي بي تي جابه لي بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، وبطريقه احترافيه. طبعا الافضل ان انت بتعمل برومت من شات جي بي تي ويكون انجليزي، هيطلع لك نتيجه كويسه زي ما احنا شايفين قدامنا كده. فالبرومت العربي بيبقى فيه مشاكل ومش هيبقى طالع بالطريقه اللي احنا شايفينها دي كده. ده تصميم الصور. نروح بقى للي بعد كده وهو تصميم الفيديوهات. هنيجي كده نعمل نيو شات، ونيجي نلغي الصور، ونيجي عند الفيديوز اللي هو جنريت فيديوز. هنضغط عليها ضغطه بالشكل ده، ونبدا برضو نكتب له البرومت للفيديو اللي احنا عايزينه. طبعا بيحرك لك برضو الصور. لو عايز تحرك اي صوره بيحركها لك. لو كتبت برومت يعمل لك فيديو معين برضو هيعمل لك فيديو معين. تعالوا نجرب. خد بالك برضو من حاجه مهمه، انت لو كنت مختار هنا سايد باي سايد مش هتلاقي الفيديو، فانت لازم تختار الموديل ده علشان تلاقي شكل الفيديوهات. فتعالى كده نخش نشوف احنا هنعمل ايه. هنروح بقى على شات جي بي تي ونعمل البرومت اللي احنا عايزينه. انا هنا كتبت لشات جي بي تي اعمل لي برومت لفيديو مدته 15 ثانية يكون فيه اسد في الغابة، ونبعته لشات جي بي تي. طبعا اكتب اللي انت عايزه، مجرد مثال بنعمله. فهيبدأ يعمل لنا ايه البرومت بتاعنا. نبدأ ناخد البرومت ده كده كوبي، ونيجي عند الموقع بتاعنا هنعمل بيست كده، ونبدأ نبعته للموقع. هيبدأ يعمل لك نموذجين مختلفين. زي ما احنا شايفين كده جاب لي نتيجتين مختلفين. تقدر طبعا تختار المناسب ليك، وتقدر تزود في مدة الفيديو زي ما انت حابب، وكمان تعمل الفكرة اللي انت عايزها. تعالى كده نشغل اول فيديو معانا، نكبر كده الصورة ونشغل. زي ما احنا شايفين قدامنا عمل لي صوت الغابة برضو لو خدت بالك.
أظن مفيش نتيجة احترافية زي النتيجة دي وبالطريقة المجانية اللي احنا عملنا بيها الفيديو. تعال نشوف كده الفيديو التاني، نكبر كده شوية ونشغل الفيديو بتاعنا، برضو عمل لك صوت زي ما احنا شفنا كده. تقدر بقى تعمل الشكل او الفكرة اللي انت عايزها. وطبعا مش هوصيك، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، واشوفكوا الفيديو الجاي، والسلام عليكم.